معنا دكتور أرجوك تبقى معنا دكتور كمال. سنعودنا الآن إلى موضوع المادة الخامسة والعمل السياسي على أساس ديني. طبعا أصلا يعني هناك خبراء دستوريون يقولون أصلا أن الدستور يعني مجرد أنه يقول أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي، هذا تحيز يعني ضد أو لصالح فئة ضد فئة أخرى، وأن الأولى أن يقال أن مصر دولة متعددة الأديان وأن الشريعة الإسلامية مجرد يعني واحد من المصادر. فكيف ترد على هذا؟ أولا يعني قبل ما أجاوب، أنا ضد التمييز الديني أو الطائفي أو أي تمييز أيا كان، لا رجل وامرأة أو مواطن ومواطن، ضده تماما. وأنا أظن أن المعركة الحقيقية في مصر هي ليست معركة دين، إنما المعركة الحقيقية في مصر هي معركة الحريات وكرامة الإنسان والمساواة. هل الحزب الحاكم حزب ديني؟ طب لماذا التمييز الطائفي قائم في عصره؟ ولماذا كرامة الإنسان منهارة في عصره؟ فنحن بنناقش قضية ليست هي. إذا كنت أنت بتحترم الحريات وجاء أغلبية في مجلس الشعب أقرت نظاما اشتراكيا فمحدش بيتكلم. إذا جاءت أغلبية وأقرت نظاما إسلاميا، أليس هذا مماشاة وتجاوبا واتساقا مع الديمقراطية وروح الديمقراطية؟ الإسلام يضمن العدل والحق لكل إنسان، وكل الدين هكذا. يعني لا أقول فقط الإسلام. الإسلام المسيحية في بدايتها ومع النبي سيدنا عيسى عليه السلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت إسلاما. يعني ما فيش كلمة الإسلام دي تخيف ليه؟ اليهودية من الإسلام، الدين عند الله الإسلام، سواء كان اليهودية التي قيلت أو المسيحية في عصرها أو الإسلام الحالي. إنما عدم الفهم أو سوء الفهم أو الرغبة في إثارة المجتمع هو يأتي بهذا الأمر. أنت لما يكون عندك أغلبية، ألا يوجد في ألمانيا حزب ديمقراطي مسيحي؟ يعني طبعا ألمانيا نحن نتحدث يعني عن مصر لأن دكتور مصطفى هذه مش دولة متقدمة. معلش بس كل دولة لها خصوصيتها. بس دعني أسألك، يعني في دعوات ظهرت مؤخرا لحل جماعة الإخوان المسلمين والاكتفاء بحزب سياسي مدني ذي مرجعية إسلامية يعني نفك بقى هذا الاحتقان السياسي الموجود وحالة الاستقطاب الشديد الموجودة في البلاد بين الحكومة والإسلاميين، كأن مصر كلها إما تكون حزب وطني أو إخوان يعني، وهذا ليس الواقع طبعا. فما رأيك في هذا؟ يعني أنا بتصور بشكل سريع جدا إن الإخوان المسلمين جزء من الحركة الوطنية في مصر، لكن هذه الحركة لابد أن تكيف نفسها طبقا للمجتمع المنشود، بمعنى إن ما هماش الإسلام، ما هماش الحق، لا ده كلام عبث. ما هو أنت لو بقيت الإسلام أو بقيت الحق هم لا يقولون هذا. لا هم بعض هم مجتهدون ولا يكفرون أحدا. خليني رغم أن أنا ضد يعني تخصص الدكتور رفعت السعيد في حكاية متابعة الإسلاميين، لكن واحد من مقالاته بيقول فيه إيه؟ إنه عبد الرحمن الساعاتي بيكتب الآتي: قفوا على إعداد صيدلياتكم، يحدث الإخوان المسلمين، والتقم على إعطائه فرقة الإنقاذ منكم، تعطي الدواء للأمة يعني، فإذا الأمة أبت فوثقوا يديها بالقيود وأصلوا ظهرها بالحديد. معلش كان في يعني بيان صدر من جماعة الإخوان في العام 2004 التزموا فيه بالعمل السلمي والسياسي وتداول السلطة وكل شيء. فنحن يعني هذا عبد الرحمن الساعاتي ده مين عبد الرحمن الساعاتي الأول؟ لا قول لي مين عبد الرحمن الساعاتي تعرف؟ من هو عبد الرحمن الساعاتي؟ أحد الإخوان المسلمين الذي أصدر في مقالة عندما أصدرت الجماعة مجلة الساعاتي أحمد عبد الرحمن والد المرشد العام. طيب ولم يكن من الإخوان والده. معلش أكمل الرجل السلفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كيف تتهم هذا بالإخوان؟ هذا لم يأتي عن لسان حسن البنا ولم يأتي عن لسان أحد من الإخوان. فازاي يعني هذا
طيب حديث لا يجب ان يكون. لا استاذ كمال حديث لا حديث مهدي يعاكف عن ان سيدنا عبد الرحمن الساعاتي تعالى بقى العاكف. طيب يعني عاكف حاليا لما تحدث عن ان مصر يحكمها ماليزي، يحكمها اندونيسي، يحكمها اي حد، لانها جزء من امه اوسع وفكره الوطن بالنسبه له لا تعني شيء. ده كلام. طب انت لما قابلت عبد الناصر او غيرك انه يحكم بالقوميه العربيه وممكن يحكم الامه العربيه كلها، ما هو الخطر في هذا؟ يعني هذا مقبول. هذه امه. اسمعني بس اسمعني. ما القصه عايزه وقت للنقاش. طيب بالله عليك انت فرحان بالبحرين كدوله؟ لا هذا موضوع اخر يا دكتور. اسمح لي يا دكتور. هو نتكلم عن وحده الامه. معلش خلينا نتفق على اول حاجه نتفق عليها طبعا انه يعني جماعه الاخوان زي اي جماعه سياسيه او غير سياسيه يجوز ان يكون فيها اجتهادات صحيحه. ما هو ده اللي قلته هذا في البدايه. انا عبد الرحمن الساعاتي يا خالد وهو ليس من الاخوان. ما هو يعني ما انا كلمتك عن مهدي عاكف يعني ثاني اللي انا بتصور. معلش اعيد الفكره تاني. الاخوان المسلمين جزء من الحركه الوطنيه المصريه، لا هم يجب اقصائهم ولا هم الممثل للاسلام. النقطتين دول بتصور ان لابد ان تتفق عليهم. لكن هم لم يدعوا لم يدعوا ان هم ممثلين للاسلام. امريكا اللي 50 ولايه ليس هذا سبب من اسباب القوه فيه؟ يعني بس هو انا بسالك بس. نعم يعني هو لا احد يدعي تمثيل الاسلام. 50 ولايه اليس هذا سببا من اسباب القوه في امريكا انها 50 ولايه؟ فما هو الخطر ان ياتي يا استاذ كمال انت عندك مجتمع يتفكك وتطالب بان احنا نبقى 50. مصر بتتفكك. بوش ده المجرم بتاع الحرب ده والارهابي الا يحكم 50 ولايه منها نيو مكسيكو منها كولورادو. فاحنا نعمل زيه. معلش ومجتمعنا بيفك. المجتمع المصري بيفك. الوقت انتهى يا جماعه. معلش انا اسف جدا بس فعلا لا يعني ممكن حضرتك تكمل الفكره بايجاز. يعني احنا ضد معلش الامه العربيه او الاسلاميه. شكرا. لماذا نكون ضد؟ لا يعني انتقل بس من النقطه الخلافيه دي للفكره اللي انا يعني بتصور انها على الاقل من وجهه نظري هي الاساس في اي امكانيه للتطوير. مصر محتاجه فعلا. يعني الاستاذ كمال تحدث عن ان ما فيش مشكله دينيه، والاستاذ منير فخري عبد النور بيقول لا في مشكله دينيه او في مشكله سياسيه. انا اتصور ان مصر فيها مشكله عقليه. خليني اقرا لك سطرين اثنين. يعني بايجاز شديد. لا سطرين اثنين. انتهى يعني فعلا. تهنئه منشوره لنجاح الاستاذ معتز الدمرداش ابن الاستاذ كمال الشاذلي. معتز الشاذلي ابن الاستاذ كمال الشاذلي لما نجح في الانتخابات المحليه. لقد ابصرنا فيه نبوغ النفس واعجاز السلوك يقدس الشورى ويحمي هامته لبارئه وشعبه. فاذا بهرنا جلال المسؤوليه عنده فلنضع اعيننا على القاعده التي استقر فوقها هذا العملاق. انها خواطره المتوضئه المتطهره وانت معه في هذا. هو ما يحدث في مصر. كل اب عايز يورث ابنه هذا الشعب المسكين، واحنا قاعدين بنتباحث هل المسيحي مواطن ولا مش مواطن؟ هل الاسلام يظل ولا نشيله؟ دي مسائل. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل لنهاية ورقة اليوم، فشكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لضيوفنا الدكتور كمال الهلباوي رئيس مركز الحضارات العالمية، والدكتور مصطفى عبد العال الباحث في علم الاجتماع، والدكتور منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، والأستاذ محمد البلتاجي أمين كتلة الإخوان في البرلمان المصري، والأستاذ أمين اسكندر أحد مؤسسي حزب الكرامة الناصري. ونتطلع مشاهدينا لتلقي تعليقاتكم على هذه الورقة ومقترحاتكم للأوراق المقبلة عبر البريد الإلكتروني للبرنامج أوراق مصرية @الحوار.tv. وأخيرا هذا خالد الشامي مع فريق